ازيكم يا مرات، عاملين ايه؟ رجعت لكم فلوج جديد. يلا بينا نبدا فلوج النهارده. اول حاجه عملتها غسلت وشي بالغسول اللي كانت الدكتوره كاتباهولي، وبعد كده اتمضمضت بالمضمضه بتاعه الفطريات اللي كان برضو الدكتور كاتبها لي عشان كان في فطريات في بقي. وبعد كده بقى جبت منديل وبمسح وشي بالمس ده برضو كان الدكتوره الجلديه هي اللي كاتباهولي. بتاع المحلول ده يا جماعه حلو جدا على فكره. وبعد كده بقى اكلت وخدت الحبوب دي بتتاخد بعد الاكل. A tool, not a way of life. It's up to you to decide whether to use it for your benefit or let it control you. السوشيال ميديا هي أداة. ف يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. يعني الحاله اللي انا حاسس بيها دلوقتي انا يعني مش قادر اوصلها لك بالكلام، ولكن اتمنى ان الاسترسال في الامثله. بالمقابل الشخص اللي ما عندوش هذا الالتزام، الشخص اللي ما عندوش روتين، الشخص اللي ما عندوش ميعاد ثابت بيصحى فيه او ميعاد بعد كده بقى هقعد علشان احفظ. كان عندي حفظ عربي ادب برضو، لان احنا بيتهيألي احنا هنخلص الادب الاول وبعد كده نكمل نحو ايا كان يعني. ما كنتش موجوده فقلت بدور على صفح الحفظ وكده، سألت صحابي طبعا وعرفت منهم. هبدأ بقى دلوقتي احفظ. انت خليت الوقت ده ورا ظهرك هتطلع اما لعيب كوره وفاشل مفيش او موظف ومفيش كده. والسيستم بتاعه ده كان جايب الكتابه ان هي من الساعه 4 للساعه 7، يعني يرجع من الشغل في وزاره الاوقاف، وبعدين دي النافذه اللي يقدر يكتب فيها. بعد كده لما توظف والحقيقه بيسال عن الموضوع ده حته ان الشخص المبدع الحاجات اللي بتجيله كده ايه تلقائيه، ان الالهام والافكار بتجيله في اوقات غريبه مش شرط في النافذه الزمنيه اللي هو حطها، يعني الالهام ده بيكون شيء تلقائي كده مش هيجيلك في الوقت اللي انت عايزه يجيلك فيه، فرده كان ان هو مش مختلف خالص مع فكره ان الحاجات بتيجي بشكل تلقائي في اوقات متفرقه، ولكن هو بيجمعها في جلسة الكتابة بتاعته ويبدأ يستفيض ويتعمق فيها، وإن جلسة الكتابة دي هي مسبوقة بتلقائيات عديدة على مدار اليوم، ولكن هو بيجي في الوقت ده يجمعها ويكتبها ويستفيض فيها ويعيش معاها. وكذلك كاتب مشهور جدا اسمه ستيفن كينج. يعني بصوا بقى، هنا كان في حاجة جت في دماغي، فانا بصراحة لما بيجي حاجة في دماغي وانا قاعدة كده او مثلا وانا بذاكر او في اي حاجة، تمام، بكتبها على طول علشان بنساها. يعني اول ما بتحضر في عقلي بحب اكتبها على طول، عشان كده دايما بحب احط نوت بوك جنبي او اجنده او الحاجه بتاعتي اللي انا بكتب فيها او اي حاجه خاصه بيا عامه يعني. لان الحاجه اللي بتحضر في دماغي دلوقتي ممكن ما تحضرش في دماغي بعد كده، وهي بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه مهمه. في مثلا كلام ببقى محتاجه اقوله مثلا في فيديو ليكم. مثلا ببقى محتاجة اعمل فكرة فيديو. هي في حاجات بجد كده ساعات بتطلع في دماغي في اي وقت بقى عامة يعني. عارفين حتى والله قبل ما انام ساعات بيطلع في دماغي حاجات فبروح كاتباها في التو دو ليست على طول. عايزة بصراحة اعمل لكم حلقة اكلمكم فيها على عن التدوين، لانه بصراحة انا بحب التدوين جدا وهو مهم جدا، فعايزة اكلمكم عنه شوية. وبس بقى كده خلاص خلصت كتبت اللي انا كنت عايزاه. اقفل بقى القلم ونرجع لمذاكرتنا الطبيعية عادي جدا. بصوا يا جماعة، انا كنت عايزة اقول حاجة بجد. وكنت عايزة كان في واحدة معايا بنوتة يعني معايا، تمام، بس انا بصراحة مكسوفة اقول لها. هي كويسة بصراحة في هي بتذاكر، بس هي مش بتذاكر صح. انا شايفاها والله، انا عارفاها يعني كويس جدا، بس هي مش بتذاكر صح، تمام. واللي بتحفظه بتنساه على طول، لاني انا كده. بس انا بصراحة دلوقتي بدأت اللي هو ابقى احسن من الاول بكتير. بس انا مش هينفع اقول اسمها، بس انا بصراحه برضه في نفس الوقت مكسوفه فاقول لها، فهي بتتفرج عليا، فاتمنى يعني انها تاخد بالها من الحته دي كويس، تمام. بصوا يا جماعه، انا بذاكر بايدي. ليه بقى بذاكر بايدي؟ ايدينا ليها ذاكره، تمام، وليها وعندها كده قدره يعني على استرجاع اللي بتكتبه بسهوله جدا. يعني ايه بقى؟ بصوا مثلا لما نحفظ حاجه بنكتبها وبنقولها. الحاجة لما بنكتبها ايدينا بتفتكرها لانها خدت عليها وعلى كتابتها، ولما بنقولها، تمام،
مخنا بيسترجعها. ومثلا لما بنيجي مثلا في الامتحان احنا بيبقى عندنا مقالي، بيبقى عندنا ورقه مقالي كده صغيره مش كبيره، فبحس الناس مش بتهتم جدا باللي هو موضوع الكتابه ده والمقالي وكده، وانا بصراحه كنت من الناس دي يعني. المهم احنا ممكن نبقى اول مره نشوف الحاجه دي او ايدينا مش واخده عليها، فايه لا اللي هو انا مش فاكراها، انا عارفاها بس مش فاكراها. فلما هنكون كاتبينها قبل كده متعودين على كتابتها وعلى حفظها، تمام، ايدينا هتفتكرها. ليه بقى؟ لانها مش اول مره تكتب الحاجه دي. لذلك يعني خليكوا حريصين انكم تذاكروا بايديكم وما يكونش اول مره تكتبوا فيها الحاجه دي في الامتحان، اتمنى يعني. بصوا يا جماعه، الكلام ده انا مش جايباه من دماغي ومش جايباه يعني من عندنا من البيت، لا. اسالوا اي حد بيفهم في حاجه زي كده او في الحاجات دي، وهو بجد هيقول لكم. انا عايزه اقول لكم بجد ان انا اكتر حاجه بجد مش بفتكرها وبنساها بسرعه هي الحاجه اللي مش ببقى كاتباها بايدي خالص، ودي اكتر حاجه مش بعرف استرجعها. وعامة احنا لازم واحنا بنذاكر نشغل الحواس بتاعتنا كلها، تمام. يعني مثلا ايدينا نشغل ايدينا في الكتابة، بقنا هنسمع لما بنقول اللي احنا بنقوله بنسمعه، فمخنا بيفضل فاكره، تمام. واللي احنا بنقرأه بعينينا، تمام، اللي هو من الكتاب برضو المخ بيحفظه. انا اول حاجة بعملها خالص يا جماعة ان انا بقرأ الكلام بالراحة 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 خالص، تمام، بعيني، وبروح جايه بص بعيد، وبروح جايه ماسكه القلم والكشكول وبقول وبكتب في نفس الوقت. هو ده اللي انا بعمله. لما بنشغل الحواس كلها بنقدر نسترجع اللي احنا ذاكرناه بسهوله جدا. المهم بقى ده كده كان اخر حاجه يعني قلتها لكم، وبس اتمنى تكونوا استفدتوا يعني لما كنتوش عارفين حاجه زي كده، ولو كنتوا عارفين ماشي. واتمنى بجد البنوته دي اللي هي زميلتي دي، اتمنى يعني انها تعمل كده، لاني بصراحه مكسوفه اقول لها، والله بجد مكسوفه اكلمها، بس عشان هي ما تزعلش، لانها بتتضايق، انا ببقى واخده بالي انها بتتضايق، بس في نفس الوقت اللي هو انا مكسوفه اتكلم معاها بصراحه. على العموم انا عارفه انها بتتفرج عليا من ايه بقى، من انها كتبت لي كذا كومنت قبل كده، تمام. وانا عارفاها وهي عارفاني معرفه شخصيه، تمام. اتمنى بجد يعني انك تاخدي بالنصيحه دي وانتي زي اختي والله. بصوا يا بنات، احنا هنا كلنا موجودين عشان نفيد بعض ونستفيد برضو، تمام. يعني انا مثلا بشوف حاجه بقولها لحد فيكم، لو انا مثلا واخده بالي ان حد مش عارفها او حد من اللي هم من صحابي اللي حواليا وكده، تمام. مثلا حد عارف حاجه من صحابي مثلا بيقولوها لي، دي الدنيا يا جماعه، تمام، مش عيب، عادي، بس انا بجد كنت محتاجه اقول الكلام ده ليها، بس انا بصراحه كنت مكسوفه شويه ان انا اقوله لها في وشها. فيا ريت يعني تتفرج على الفيديو وان شاء الله باذن الله يعني هتعمل زي ما انا قلت وتجرب برضو، ولو جربت تدعي لي بقى، اصل يا جماعه اسال مجرب برضو، على فكره انا مش واو برضو عشان تقولوا ان انا عشان بقول الكلام ده وما اعرفش ايه كده، لا يا جماعه، بس انا جربت حاجه، تمام، ونفعت معايا جدا. انا كنت بقعد حرفيا اعيط لما كنت بحفظ الحاجه والاقي نفسي مش حافظاها، وكنت بقعد فتره طويله جدا في الحفظ، بس بعدين بجد لما مشيت على الموضوع ده يعني حسيت ان انا اتحسنت اكتر. ويا ريت بقى واحنا بنذاكر يعني نذاكر في مكان ما فيهوش دوشه خالص، تمام. لان المكان لو فيه دوشه هو بيشوش على دماغنا، تمام، فمش بنبقى مركزين بس في الحاجه اللي احنا بنذاكر فيها. انا عايزه اقول لكم يعني أنا لما باجي اذاكر حرفيا ببقى مخليه اللي حواليا يسكتوا، بخليش حد يتكلم، اخويا يقعد يذاكر في حته تانية، مثلا ماما قاعده مش عارفه ايه ما تتكلمش، بنفضل فاصلين الشاشه طول ما حد فينا قاعد بيذاكر كده، فاهمين؟ علشان بس مش كل حاجه تختلط ببعضها، ونعرف نركز كويس. ولاني احنا لو اتعودنا ان احنا نذاكر واحنا بنسمع حاجه، فاحنا دماغنا هتاخد على الحاجه دي ومش هتفتكر الحاجه اللي احنا ذاكرناها غير واحنا قاعدين في نفس الوضع. ويا ربنا يوفقنا كلنا يا رب. وعايزين نشد على نفسنا اكتر السنه دي، علشان احنا لو شدينا على نفسنا السنه دي شويه شويتين 3 مش مشكله يعني، ده هيساعدنا بجد وهيأثر علينا السنه الجايه. هتبقى بالنسبه لنا السنه الجايه مش تقيله قوي، والمذاكره مش صعبه، لان اكتريه الناس مش بتذاكر في اولى ولا في تانية، بتذاكر في تالتة. يعني كان عندنا واحده صاحبتي كانت بتقول لا مش هنذاكر في اولى وفي تانية، نبقى نذاكر بقى في تالتة، خلينا نذاكر في تالتة، والله العظيم بجد. لا عشان نتعود على المذاكره في تالتة، تمام. لازم نذاكر يا جدعان في تانية، لان انتي هتبقي داخله على تالتة مش ما كنتش بتذاكري حاجه مش متعوده عليها، فهتاخدي فتره كبيره قوي على ما تتعودي عليها. فلا احنا بقى نتعود من اولى ومن تانية عادي لما كناش بنذاكر قبل كده، ونحاول نكتر من فترات المذاكره علشان تبقى اسهل علينا في تالتة ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقنا كلنا يا رب. وبصراحة يعني السنة دي المدرسين عاملين معانا شغل جامد والله بجد، وبالذات المدرسين بتوع الاونلاين، تمام.
يعني زي مستر محمد صلاح نزل لنا كورس العربي، يعني احنا لو السنه دي شدينا بجد على نفسنا ومثلا سمعنا الكورس كله ومع المعلومات الزياده بقى كل حاجه نكتبها وكده، هتبقى حاجه كويسه جدا وهتساعدنا برضو السنه الجايه في ان شاء الله باذن الله. مستر محمد عبد المعبود فيزياء هينزل لنا المحاضره التاسيسيه بتاعه الفيزياء، لان يعتبر احنا ما خدناش فيزياء حرفيا، تمام. وبرضو مستر خالد صقر بجد بجد والله بجد ربنا يديله الصحه هو كمان نزل لنا الحمد لله كورس الكيمياء. انا كنت شايله بجد هم المواد دي جدا، ومس مي مجدي انا بتابعها تمام، في حسب بقى اللي انتوا يعني ايه بتاخدوا معاه، بس مس مي مجدي برضو نزلت كورس في اللغه الانجليزيه حلو قوي قوي قوي، يعني الحمد لله ربنا مساعدنا اهو، وربنا يعني ييسرها معانا كلنا يا رب. يعني كل حاجه بقت متاحه لينا اهو الحمد لله، ناقص بس المجهود بتاعنا احنا، تمام. لازم احنا نشد على نفسنا شويه علشان يوفر لنا برضو السنه الجايه. كل ما اقول لكم نقطه هقول لكم هيوفر علينا السنه الجايه، لان بجد فعلا كل حاجه هنعملها السنه دي هتاثر علينا السنه الجايه، يا اما بقى بالسلب يا اما بالايجاب، وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله السنه تبقى سالكه قدامنا السنه الجايه باذن الله، والسنه دي كمان، وربنا يعدينا منها على خير بقى، او من يعني بمعنى اصح من الثانويه على خير، عشان بجد كل يوم يطلع قرار جديد وحاجه موترانا جدا جدا جدا، وحاجه مضايقاني جدا، وبالذات من ساعه الاحياء. موضوع الاحياء ده مضايقني لحد دلوقتي بجد، بس خلاص بقى ما بيد حيله، فبما ان ده اللي علينا وده اللي عندنا فنذاكره وخلاص. وبصراحه يعني التاريخ يعني مش وحش قد كده، بس هو مش المفضل بصراحه يعني. اخدتوا بالكم انتوا بقى من الحته اللي انا بعملها دي دلوقتي، ان انا عماله اقسم مربعات كده؟ بصوا السؤال ده كان 8 نقط، تمام، فهم بيتنسوا وانا بنسى بصراحه بسرعه برضو، مش بحفظهم او بتلخبط فيهم، بقول مثلا منهم كام حاجه وانسى الباقي. انا عارفه ان هم عددهم كذا بس انا مش فاكره الباقي، فعملت ايه بقى؟ قسمتهم 3 3 2، تمام. التلاتة اللي فوق حفظتهم، وبعد ما حفظتهم كتبتهم، تمام كده خلصوا اول 3. احفظ بقى التلاتة اللي بعدهم، حفظت التلاتة اللي بعدهم واروح مسمعاهم، وبعد كده اروح مسمعه الستة مع بعض، تمام. حفظت الستة دول خليهم فوق، بعد كده احفظ الاتنين اللي تحت، تمام، واسمعهم، بعد كده نسمعهم كلهم على بعضهم، وهكذا. السؤال اللي تلاقوه طويل قسموه، تلاقوا الحاجه طويله قسموها. مثلا زي في التاريخ مثلا عندنا ساعات كده بيجي قطعه كده كبيره على بعضها لازم تتحفظ، بروح جايه حافظاها، حافظه الجمله، طبعا بيبقى في نقطه كده او فاصله حاجه زي كده، بروح عامله حافظه الجمله، تمام، واروح جايه كاتباها حفظتها، اروح جايه مكمله عليها، واروح جايه برضو ايه زي ما انا عملت في المربعات دي بالظبط، احفظ الحاجه واسمعها وبعد كده بكمل عليها. ويا رب افضل لاخر السنه اللي هو بالحماس اللي انا فيه ده النهارده، تمام، لان ساعات بيبقى عندي حماس كده فظيع وساعات بيبقى مفيش خالص، فيا رب يا رب طول السنه، طبعا مفيش حد بيفضل كده، بس يا رب حتى مهما حصل، تمام، افضل اذاكر اذاكر اذاكر، لان بيجي عليا فتره كده اللي هو بقى إيه، لا انا مكسله مش قادره. النهارده بقى وانا قاعده بذاكر حصلت الحته دي اللي هو انا فقدت الشغف في نص ما انا قاعده بذاكر بجد والله، بس قلت لا هقعد اكمل. خلصت بقى الدرس وحفظته، تمام، وبعد كده بقى بقعد احل. مشكله كتاب الامتحان اللي هو الحل بتاعه مش كتير برضو، مش فاكره قلت لكم قبل كده بتهيألي الحته دي، فانا عايزه اشوف مصادر تانية ان انا اجيب منها حل علشان ايدي تاخد على الحل بسرعه على ما الكتاب بتاع مستر محمد صلاح يجي. انا بقى كنت انا وصاحبتي رايحين عشان كنا هنحجز لواحده صاحبتنا فستان وكده، فكنا رايحين لها بقى عندنا فرح قريب يا جماعه، هو مش بتاعنا عادي بس بتاع اخت صاحبتنا، بس مش مشكله احنا نتمرمط معاها، يلا بقى عادي مش مشكله، هو كله بثوابه برضو. الفكره ان عمل لقيتها اللي هو الفستان، انا ما كنتش انا متخيله اخر الكتير قوي، لقيتها هتقول مثلا 1200، لقيتها بتقولك 2000 وكم، يا قالت 2000 وحاجه، يعني نركب من هنا ايوه انا عارفه 2800 يعني 3000 جنيه ليه؟ نعم ايه يا حبيبي؟ لا مش ده، ما كانش ده، ايوه ده وانهي على فكره ده حلو، ده ما فيهوش حاجه خالص بس حلو قوي عشان الحته بتاعته دي حلوه قوي. بس دول دول كويس يا سلمى، حلوين قوي. ايه ايوه ده حلو قوي، يبقى مشدود من ورا يبقى حلو جدا. ده من قدام مش من ورا، ده من قدام ولا من ورا؟ ده ايه ده؟ عيوب بقى. لا ما ممكن يكون، لا على فكره لما بيتلبس بيبقى شكل تاني. شوف قيس هو فين التاني اللي كان عاجبني قدام؟ اهو بصي كده ده، ايوه ده ايوه. كده خلصنا واخترنا الفستان واجرناه والدنيا مشيت تمام والحمد لله، يعني روحنا اتهزقنا
مش مشكله، هو يوم وعدى. تمام. وبس ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. بس باي باي.